السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حبايبي، دي الكفتة اللي احنا فرمناها، ودي الكفتة اللي احنا حمرناها، ودي الكفتة اللي احنا طبخناها. عايزين تعرفوا عملناها ازاي؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض احلى واسهل كفتة رز. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد مننا 5 دقايق، وكمان هنعملها من غير لحمة. امال هنعملها بايه؟ هنعملها بصدور الفراخ. طبعا اسهل من كده واحلى من كده مفيش. مقاديرنا هتكون عبارة عن نص كيلو صدور فراخ، هي دي أكتر من نص كيلو شوية، حاجة بسيطة يعني. تمام حبايبي؟ طبعا مقطعينها زي ما انتوا شايفين كده. لو ما عندكيش صدور صحيحة، طبعا البانيه بيسد، المهم تكون صدور للفراخ. عندنا حزمة شبت وحزمة بقدونس، عندنا كوباية رز مطحونة، عندنا راس توم وبصلاية متوسطة. تمام. توابلنا بقى هنحطها مع بعض واحنا بنفرم الكفتة. اول حاجة هنعملها هنفرم صدور الفراخ دي في الكبة بتاعتنا، واحنا مع بعض كده خطوة بخطوة. كده جبنا الكبة بتاعتنا وهننزل بصدور الفراخ، هنفرمها وننعمها خالص، بتبقى احلى من كفتة اللحمة كمان، وبقى طبعا اقتصادية. تمام كده حبايبي، هفرمها وارجع لكم. كده حبايبي فرمنا صدور الفراخ بالشكل ده. هنبتدي هنفضيها ونبتدي نفرم البصل والخضرة بتاعتنا. ايوه حبايبي، بصوا عامله ازاي صدور الفراخ ناعمه خالص. تمام كده بقى هنفرم الخضرة والثوم. هنحط كده مش الثوم كله، هننزل يعني بدول كده 5 6 فصوص ثوم. هننزل بالبصل وهننزل بالخضرة بتاعتنا. تمام، هفرمهم وارجع لكم. كده فرمنا الخضرة بتاعتنا والثوم والبصل، هنفضيهم على الفراخ المفرومة بتاعتنا. كده حبايبي حطينا بقى الخضرة على صدور الفراخ. يبقى هنعمل تاني؟ هننزل بكوباية الرز المطحون. تمام، وهننزل بالتوابل بتاعتنا. ننزل بنص معلقة ملح، ربع معلقة فلفل أسمر، ربع معلقة كمون، وهننزل بنص معلقة بهارات 7 بهارات. وهننزل بقى بتكة، دي لازم تعملوها، دي مش اختياري، دي إجباري، وهتدوقوا طعم الكفتة. معلقة نعناع ناشف، دي بتخلي الكفتة بقى في حتة تانية خالص. هنعجن بقى الكفتة كده بإيدينا كويس جدا لحد ما نخلي كل الحاجات المكونات الجميلة دي تندمج مع بعضها. تمام كده حبايبي، خلصنا الكفتة بتاعتنا وعجناها كويس جدا. بس زي ما انتوا شايفين كده الكفتة بتاعتنا طرية شوية. لما تكون طرية كده احنا بنعالجها ازاي او بنظبطها ازاي؟ هقول لكم بتكة بقى يعني ما تخطرش على بال حد. دي مكرونة مطحونة، مكرونة لسان عصفور، شعرية، اي حاجة من عجينة المكرونات. تمام، انا طحناها. هننزل كده بشوية شوية لحد ما اظبط الكفتة بتاعتي. يعني انا نزلت كده مثلا بربع كوباية وهبتدي اعجن. تمام حبايبي، هلاقيها لسه طرية، محتاجة هزود شوية لحد ما اظبط الكفتة بتاعتي. ان كتير مننا
بيعمل الكفتة، حتى كفتة اللحمة بنعملها ونحس ان هي طرية، وتيجي بقى ايه تحطيها في الصلصة تلاقيها ايه فكت خالص منك وما بقتش ليها ايه اي شكل. شوية بقى المكرونة اللي احنا بنطحنهم او لسان عصفور زي ما قلت لكم او شعرية، دي بتظبط لي الدنيا دي كلها، ويبقى الاخر صباع بتبقى ماسكة نفسها وتحفة. هفضل بقى ايه، بصوا لسه شوية برضو، لسه طرية شوية، هزودها شوية كمان لحد ما تتظبط معايا كده. ايه يعتبر انا ضفت نص كوباية. برضو هعجن. التكة دي مهمة جدا. هي ابتدت ايه بقت تمام، لان احنا مش مكترين الرز، احنا حاطين كوباية رز واحدة مطحونة. بصوا هي مسكت شوية اهي، بس هضيف برضو، المفروض ان انا هضيف الكوباية كلها، بس انا معاكم واحدة واحدة علشان خاطر ايه كده. احنا ضفنا كوباية، يبقى احنا حطينا كوباية رز مطحون وكوباية مكرونة مطحونة. ابتدت بقى تجمد في ايديا خالص. كده حبايبي خلصنا الكفتة بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده، ما شاء الله طالعة تحفة كده. قوامها بقى مظبوط 10/10. هناخدها بقى لفة في الكبة، حاجة كده بسيطة علشان ايه كل حاجة تندمج مع بعضها، لان احنا طحنا كل حاجة لوحدها وبعدين عجناهم في بعض. هناخدها بقى لفة في الكبة عشان كل حاجة تندمج مع بعضها. الكفتة بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده طالعة تحفة ما شاء الله، مسمغة وجميلة، فيها مطة، يعني تحسوا ان هي ايه فيها عرق كده. طالما هي بالقوام ده الكفتة بتاعتنا هتبقى تحفة حقيقي، مظبوطة 10/10. طب الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه؟ هنسيبها في التلاجة لمدة نص ساعة وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي حبايبي هنبتدي نشكل عجينة الكفتة اللي احنا عملناها مع بعض. بصوا الجمال ما شاء الله، بصوا بقت عاملة ازاي، مظبوطة بالملي. تمام. هنبتدي بقى هنجيب كده ايه معلقتين 3 زيت، وهنبتدي نشكل الكفتة بتاعتنا. هنحط ايدينا كده في الزيت وناخد ايه حتة كفتة كده ونبتدي نعملها صوابع بقى، تعمليها كور براحتك خالص. يعني انا بحب ايه اعملها صوابع كده ايه متوسطة. تمام حبايبي اهي. ممكن بقى نعملها كور صغيرة عشان الولاد بقى بيبقوا فرحانين بيها كده، زي ما انت عايزة وزي ما تحبي. تمام. هنبتدي بقى نشكلها على الوضع دوت زي ما احنا عايزين، وبعدين هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بس اهم شيء الصباع ما يكونش رفيع او ينشف منك، وما يكونش ايه عاملاه كده مليان تخين شوية، يبقى قلبه برضو ايه مكتوم كده وعامل زي العجينة، يكون متوسط. هنعملها كده بسرعة مش هتاخد مننا وقت خالص. تمام حبايبي. ولا وقفنا بقى عند الجزار فرمناها ولا الكلام دوت، عملناها في البيت بنظافة، ما خدتش مننا وقت خالص. اهم شيء تكوني محضرة المكونات بتاعتك، تكوني طحنة الرز طحنة المكرونة، محضرة حاجتك كلها علشان تبقى سهلة عليكي، مش هتاخد منك وقت خالص. ما شاء الله العجينة بتاعت الكفتة طالعة حكاية. تمام. هكمل انا بقى وارجع لكم تاني. دلوقتي حبايبي هنبتدي بقى ايه نحمر الكفتة بتاعتنا. هنجيب طاسة علشان نحمر فيها.
نحط فيها زيت. اول الزيت ما يسخن هننزل بالكفتة بتاعتنا. ننزل بقى ايه بالكفتة. واحنا بنحمر الكفتة هنعمل التخديعة بتاعة الكفتة. نجيب حلتنا كده وننزل بمعلقة سمنة. بسم الله. عقبال الكفتة ما تتحمر نكون عملنا التخديعة بتاعتنا. هننزل ببصلاية متقطعة ناعم. هنحط عليها ربع معلقة فلفل أسمر. خلي البصلة وهي بنقليها كده ريحتها تحفة. هنشوحها بس كده وبعدين هننزل بفصين توم مهروسين. دلوقتي يا حبايبي اول البصله ما تاخد معاكي اللون ده هننزل بمعلقه ايه يعني فصين 3 توم كده ايه مهروسين. وهنبتدي بقى ايه نكمل تحمير البصل. اول البصله والثوم ما ياخد اللون ده هننزل بالطماطم بتاعتنا. طبعا دي الصلصه اللي كنا مفرزينها مع بعض. تمام. هنسيبها بقى ايه تتسبك كده مع نفسها ونشوف الكفته بتاعتنا. هننزل على التخديع بنص معلقه كمون. تمام حبايبي. وهننزل عليها بنص معلقه توم برضو حوالي ايه 3 فصوص توم مهروسين. يبقى احنا حطينا مع البصله 3 فصوص توم وحطينا اتقلت معاها حمرناها معاها وحطينا ايه 3 فصوص توم مع التخديع. انا بحب احط بطاطس مع الكفته يعني دي اختياري بس انا ولادي بيحبوها. ننزل بالبطاطس انا بقطعها كده ايه صوابع. تمام. وهننزل بقى ايه بشوربه. لو عندك شوربه هتنزلي بكوبايتين شوربه كده او هتنزلي بكوبايتين ميه وعليهم مكعبين مرقه اللي متوفر عندك. كده حبايبي زي ما انتم شايفين كده. هنسيب بقى البطاطس تاخد لها كده ايه غلوه كده مع التخديعه دي وبعدين هننزل بالكفته بتاعتنا. عايزه اقول لكم الريحه مش ممكن تحفه تحفه تحفه. حبايبي هننزل بالكفته بتاعتنا. بسم الله. بس كده هتاخد بس غلوه واحده وهنقفل عليها. وكده حبايبي خلصنا الكفته بتاعتنا طالعه تحفه 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 زي ما انتوا شايفينها كده. طالعه ما شاء الله حكايه. بصوا الصوابع عامله ازاي ما شاء الله. بصوا الصباع كده ما شاء الله ماسك نفسه يعني بقى لا فاكك ولا كش مننا في التخديعه ولا الكلام ده ما شاء الله. بصوا الجمال. احلى كفته عملناها مع بعض. دي لو قعدت معاكي اسبوع بتغلي فيها عمرها ما هتفك منك. تمام. امشي بس على الخطوات خطوه خطوه وهتطلع معاكي احلى كفته. طبعا انا ما عملتش الكفته كلها عملت نصها. النص التاني زي ما انتوا شايفين كده انا هفرزه زي ما هو مش هحمرها واشيلها متحمر. وقت ما بستخدمها كاني لسه فرماها حالا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. طبعا ما تنسونيش في الدعاء لايك وشير واللي ما اشتركش في القناة ياريت يشرفني في الاشتراك فيها عشان يوصل لكل جديد. أسيبكم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله.